الفيلم بيبدأ في عالم سحري غريب، وبنشوف مجموعة من الحراس بيجروا ورا فارس وهدفهم يخلصوا عليه بأي طريقة، وبيفضلوا يضربوا عليه بسهام كتير، لكن الفارس بيقدر يتفاداهم كلهم. وفي واحد من الحراس بيرمي عليه حبل علشان يوقعه من على الحصان، لكن هو بسرعة بيشد الحبل لورا، والحارس هو اللي بيقع وبيخبط في شجرة. وفجأة بتظهر بومة شكلها مش طبيعي وبتقدر توقف الفارس ده، وساعتها بينزل من على حصانه وبيدخل في معركة عنيفة مع الحراس، بس هو مش سهل وبيقدر يهزمهم كلهم. وفجأة البومة دي بتتحول لست جميلة جدا، والست دي بيكون اسمها فولكا، وبنعرف ان فولكا دي مش واحدة عادية، دي تبقى مرات الملك وعندها قدرات سحرية مرعبة، وبتستخدم هنا سحرها وبتحول سيف الفارس لسيف مطاط، وكمان بتحوله هو نفسه لتمثال وبترميه في البحر. وبنعرف ان فولكا عندها هدف واحد، هو انها تخلص على كل الفرسان اللي في العالم السحري، لانهم الخطر الوحيد اللي ممكن يهددها ويهدد جوزها الملك، وهم الوحيدين اللي ممكن يحرروا الملك الحقيقي اللي مسجون من آلاف السنين بسبب لعنة. وبنرجع للعالم الحقيقي وبنتعرف على شاب روسي اسمه ديفيد، والناس هنا بتكون شايفاه اشهر ساحر في روسيا، بس الحقيقه انه نصاب، واللي بيعمله ده كله مجرد خدعه بصريه وشويه العاب على الناس. وبنشوفه وهو بيشارك في مسابقه على التلفزيون للسحر، وبيكسبها بكل سهوله لانه ذكي جدا في استخدام الخدع دي. وبعد ما بيخلص المسابقه بيركب عربيته علشان يمشي، لكن فجاه في ست كبيره بتوقفه وبتقول له كلام غريب وبتحذره من اللي هيحصل له في المستقبل. طبعا ديفيد بيضحك عليها وبيمشي، ولما بيرجع البيت بيلاقي المربيه بتاعته قاعده بتتفرج على برامج تانية مش على المسابقه اللي هو كان فيها، فبيسالها انت ليه ما اتفرجتيش؟ بتقول له انا عارفه انك نصاب وده مش سحر حقيقي، وكفايه بقى نصب على الناس. فبيقول لها ان هو ده رزقي الوحيد وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم ديفيد بيروح يعمل جلسه روحانيه لبنت غنيه، وبيقدر يوهمها ان الجلسه نجحت وان كل احلامها هتتحقق قريب، والبنت بتفرح وبتديله فلوس كتير وبتمشي. وبعد شويه بيتصلوا بيه في المستشفى وبيقولوا له ان في حاله ميؤوس منها محتاجه علاج روحاني. ولما بيروح هناك بيلاقي بنت صغيره في غيبوبه بقالها سنتين، والام بتبكي وبتطلب منه المساعده، وبتقول له ان كل الدكاتره فشلوا، يمكن السحر بتاعك ينفع. بس الدكتور بيخرج وبيزعق لها وبيقول لها الراجل ده نصاب مشيه من هنا. وبعدها ديفيد بيتاثر جدا من منظر البنت، وطبعا بيعتذر لانه مش هيعرف يعمل حاجه، وهو من جواه عارف انه مش هيعمل حاجه لان سحره ده مش حقيقي. وبعدها ديفيد بيكون قاعد في المول، وفجاه بيجي عليه شويه رجاله وبيكونوا تبع واحد من الناس اللي نصب عليهم قبل كده، فبيطلبوا منه ان هو يجي معاهم، وهو بيفهم انهم ناويين ينتقموا منه، فبيجري منهم بسرعه لحد ما بيوصل لمنطقه العاب مائيه، وبيلمح راجل نازل من على زحليقه، فبيزقه وبينزل هو مكانه. ولما بيخرج من الناحيه التانيه بيتفاجئ ان هو مش في نفس العالم، هو دلوقتي في العالم السحري. طبعا ما بيكونش مصدق اللي بيحصل، وفجاه بيظهر قدامه راجل كبير في السن، والراجل ده بيكون اسمه الساحر الابيض. والراجل ما بيكونش مصدق عينيه ويقول له انت ابن الفارس ليجا. وديفيد بيستغرب جدا وبيقول له انا يتيم معرفش ابويا ولا امي. فبيرد الساحر الابيض وبيقول له ابوك هو اللي خباك في العالم الحقيقي علشان يحميك من الاعداء، لكن انت في الاصل اتولدت هنا في العالم السحري. ديفيد بيشك فيه وبيقول له اثبت لي انك ساحر بجد. فالساحر الابيض بيستخدم قدرته وبيطلع له ديل، وديفيد بيتفاجئ بس بيحاول يقنع نفسه انه بيحلم. وبعدها بيمسك غصن شجره وبيحاول يضرب به الساحر، لكن الساحر بيحول الغصن ده لشجره كامله، وبعدين بيطلع له خاتم ليجا وبيقول له البسه، انت الوحيد اللي تقدر ترجع العدل للعالم ده. فديفيد بيلبس الخاتم بس مش مستوعب لسه ايه اللي بيحصل، وفجاه بيظهروا جنود الملك وبيضربوا سهم في ظهر الساحر الابيض، والساحر هنا بيختفي بسرعه، وديفيد بيترعب وبيطلع يجري بس بيخبط في شجره وبيقع، والجنود بيمسكوه بكل سهوله. وبعدها بيودوه لقصر الملك، وهناك الملك بيشوف الخاتم في ايد ديفيد، فبيعرف ان هو ابن ليجا بجد وبيفرح جدا، وبينادي على مراته فوليكا وبيقول لها تودي ديفيد لاوضته، بس فوليكا بتبص له بنظره غريبه. وبعدها بتؤمر الجنود انهم يحبسوه في السجن اللي تحت الارض، وديفيد بيكون مرعوب ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيفضل ينده على اي حد يساعده لحد ما بيسمع صوت غريب جاي من الزنزانه اللي جنبه، فبيبص بيلاقي راجل متقطع لاجزاء وكل جزء محطوط في قالب تلج، فبيستغرب من اللي شايفه وبيساله يا عم انت مين؟ وكمان ازاي انت لسه عايش؟ الراجل بيقول له ان اسمه جوتشي، وانهم دلوقتي في عالم سحري والموت هنا غير الموت في العالم الحقيقي، وبيقول له كمان انه خالد ومش بيموت ابدا، وانه محبوس في المكان ده بقاله 30 سنه، وبيقول له كمان انه يعرف ان هو ابن ليجا، وبيعرفه ان ليجا ده كان من اعظم الفرسان في العالم السحري وكان المفروض يبقى هو الملك. بس جوتشي بعدها بيبص لديفيد وبيستغرب شكله، بيقول له بس انت ممكن ما تكونش ابن ليجا لان انت شكلك مش اغريقي. فديفيد ساعتها بيفتكر اللي حصل على الزحليقه لما زق الراجل اللي كان واقف قدامه ودخل مكانه، فبيشك ان الراجل ده هو ابن ليجا الحقيقي لان كمان شكله كان اغريقي فعلا، وبيفهم ان الزحليقه دي كانت البوابه للعالم السحري، وان هو كمان دخل هنا بالغلط، بس مش بيقول حاجه لجوتشي علشان لسه مش واثق فيه، وبيطلب منه انه يساعده يرجع للعالم بتاعه لانه حاسس انه مش مرتاح هنا. فجوتشي بيقول له ان في حل واحد وهو السيف السحري بتاع ابوك،
هو اللي يقدر يفتح البوابة للعالم الحقيقي. فديفيد بيسأله عن مكان السيف ده، فجوتش بيرد بيقول له أنا الوحيد اللي أعرف مكانه، بس علشان أقول لك لازم تخرجني من السجن. وديفيد بيتضايق علشان شايف إن الهروب من المكان ده مستحيل. وفجأة الحراس بيجوا وبيدخلوا معاهم ست عجوزة للزنزانة، والست دي بيكون اسمها بيبا، وكل الحراس بيكون باين عليهم الرعب منها، وده لأنها ساحرة شريرة جدا وتقدر تسحر أي حد في ثواني. وبنشوف بعدها حارس ماسك حاجات ديفيد اللي اخدوها منه، وبيلاقي شويه فلوس وورق ومبيكونش عارف ايه دول، وبيرميهم في النار. وبعدين بيلاقي الموبايل، ولما بيفتحه بالغلط الكاميرا بتشتغل وبتصوره صوره، فلما بيشوف صورته مطبوعه على الشاشه بيتجنن وبيكون مش مصدق نفسه، وبيكون فاكر ان دي اداه سحريه. وفي اللحظه دي بيبا بتستغل انشغاله وبتطلع ضفدعه من هدومها، وفجاه الضفدعه دي بتتحول لبنت جميله وبيكون اسمها لينا. ولينا بسرعه بتسحر الحارس وبتخليه يغمى عليه، وبعدها بتاخد منه المفتاح وبتحرر بيبا. وكمان بيروحوا يحرروا جوتشي وبيبداوا يركبوا كل جزء في جسمه، وده علشان يرجع لطبيعته تاني، وبيجهزوا للهروب. لكن ديفيد بيصرخ وبيتحايل عليهم انهم يحرروه معاهم، وهم بيوافقوا وبيبداوا يتحركوا في هدوء علشان يخرجوا من السجن. بس ديفيد بالغلط بيخبط جرس الانذار، والحراس بينزلوا على طول وبتبدا معركه قويه بينهم، لكن بيقدروا يتغلبوا على الحراس وبيهربوا. وبعدها بيوصلوا لبيت بيبا السحري. فجاه البيت بيطلع له رجلين وبيجري بيهم، وبنشوف ان الحراس حاصروا البيت من كل ناحيه وبيخافوا يخرجوا، لكن بيبا بتلسع البيت في رجله فالبيت بيطلع يجري بسرعه بيهم. وفي نفس الوقت فولكا بتصحى على صوت الدوشه وبتعرف من الحراس ان المساجين هربوا، فبتتعصب جدا وبتتحول لبومه وبتطير وبتدور عليهم في كل مكان. ولما بتلاقيهم كانت هتهجم عليهم، لكن بيبا بترمي عليها قنبله سحريه وبتوقعها على الارض. وتاني يوم بيوصلوا لمكان مقطوع في الغابه، وبيبا بتطلع من البيت وبتبدا تصفر بصوت غريب، وفجاه بيظهر لها طبق طاير وبعدها بتقعد فيه، وديفيد بيكون مذهول من اللي بيشوفه. وبعدها هو بياخد لفه في بيتها بس بالغلط بيولع فيه، فبيبا بتتجنن وبتروح تلم حاجتها، والبيت بيجري على البحيره علشان يطفي نفسه. وبيبا بتزعل جدا وبتضرب ديفيد، بس جوتشي بيمنعها وبيقول لها ده ابن ليجا. فبيبا بتتفاجئ وبتقول له ازاي ده؟ ليجا ده كان فارس عظيم. فبعدها بتسكت وبتقرر انها تبدا معاهم رحله للبحث عن السيف. وفي الطريق ديفيد بيلاحظ ان لينا بتحب الورد، وعلشان بيعجب بيها بيقطف لها ورده، بس الورده بتهاجمه وبتعضه، فجوتشي بيقتلها بسرعه. وبعدها ديفيد بيوريهم الموبايل وبيشرح الفكره بتاعته، وبياخد سيلفي معاهم علشان الذكرى. وفي نفس الوقت فولكا بتوصل للغابه اللي كانوا فيها بس ما بتلاقيش حد فيهم. اما الفريق فكانوا واقفين عند بحيره سحريه وكانوا مستنيين وحش البحر اللي المفروض هيساعدهم يوصلوا للسيف. وبنعرف ان وحش البحر ده معروف عنه انه بيحب الستات الحلوه، فبتروح لينا تدلعه بالكلام علشان يساعدهم، بس بتطلع كابوريا من جنبه وبتحذره منها. والوحش بيتعصب وبيسحب لينا ناحيه الميه وكان عايز يغرقها، لكن ديفيد بينقذها في اخر لحظه. وجوتشي بيتدخل وبيعمل معاه اتفاق وبيقول له هجيب لك واحده ما شفتش في جمالها قبل كده بس تساعدنا. والوحش طبعا بيوافق، فبيبا بتعمل خلطه سحريه ولما بتشربها بتتحول لبنت جميله جدا. والوحش اول لما بيشوفها بيقع في حبها وبيسالها عن اسمها بس ما بترضاش ترد لان صوتها لسه زي ما هو صوت ست عجوزه. المهم بيوافق يساعدهم وبيملى البرميل بتاع بيبا بالميه وبيحط نفسه جواه لانه لو خرج من الميه هيموت. وهنا بتبدا رحلتهم للبحث عن السيف السحري. في نفس الوقت فولكا بتوصل للبحيره اللي كانت فيها الكابوريا وبتسحرها وبتخليها تحكي لها عن كل اللي حصل مع ديفيد. وبعد معاناة كتيرة ديفيد وفريقه بيوصلوا لمكان اسمه كهف بليمة، وده الطريق الوحيد اللي هيوصلهم للسيف. لكن الكهف ده ليه حارسة مرعبة، ست بتكون عملاقة واسمها الغول، ولو شافتهم هتخلص عليهم فورا، فبيبدأوا يتسحبوا بهدوء من جنبها. لكن فجأة موبايل ديفيد بيرن، وأول لما الغول بتسمع الصوت بتتجنن وبتطلع تجري وراهم، فبيجروا بسرعة وبيستخبوا منها. ولينا بتتعصب من ديفيد وبتقول له أنت ليه مستهتر كده ودايما مكشوفين بسببك. فديفيد بيحاول يصلح الموقف وبيشغل أغنية رومانسية من موبايله وبيقف قدام الغول وبيفضل يقول لها كلام حلو. وبما إن الغول ست وحيدة ومحتاجة حنية بتتأثر بكلامه وبتفرح إنه اهتم بيها، فبتقرر تسيبهم في حالهم وبتخليهم يعدوا. وبعدها ديفيد ولينا بيقعدوا شوية يرتاحوا في الغابة، وديفيد بيلاحظ عليها إن هي زعلانة فبيشوف أرنب صغير وبيديهولها علشان يفرحها، وهي فعلا بتبتسم. لكن فجأة الأرنب ده بيتحول لفولكا وهما الاتنين بيجروا بسرعة وبينطوا في بير، وبيتفاجئوا إن كل الفريق هناك. ووحش البحر بيتفاجئ لما بيشوف إن بيبا رجعت ست عجوزة تاني ويزعق فيها لأنها ضحكت عليه، بس بيبا بتقوله إن دلوقتي مش وقت العتاب وبتطلب منه يساعدهم يخرجوا من هنا. فبيشرب كل المية اللي في البير وبيشاور لهم على مكان مخرج سري، وكلهم بيشكروه وبيمشوا. وبعدها بيهربوا من المخرج ده، وبالليل بيخيموا في الغابة.
لكن الصبح ديفيد بيصحى وبيلاقي جنود الملك قابضين عليه وبيودوهم لمكان مليان سيوف، والملك بيأمر ديفيد يدور على السيف السحري، وديفيد طبعا ما بيكونش عارف شكله فبيمسك اي سيف وخلاص وبيقول لفولكا ان هو ده السيف، لكن السيف بيتكسر على طول، فديفيد بيجري وفولكا بتكون عايزه تقتله فبيمسك غصن شجره بيرميه عليها لكنه بيتحول فجأة للسيف السحري. ديفيد بيكون مستغرب جدا لكن بيسلم السيف لجوتشي، بس المفاجأة ان جوتشي بياخد السيف وبيديه للملك علشان ياخد منه الجوهرة السحرية لانه شخص خالد وعايز يموت ويرتاح، لكن الملك بيضحك عليه وبيديله جوهرة مزيفة. وقتها ديفيد بيخطف السيف وبيفتح بوابة العالم الحقيقي وبيهرب وبيرجع لحياته، لكن بيبقى زعلان جدا انه ساب صحابه وبيفضل يتفرج على صورهم وبيقرر انه يرجع تاني، فبيروح نفس الملاهي المائية وبينط في الزحليقة، بس بينزل في حمام سباحة عادي وبيفهم ان البوابة دي اتقفلت. بعدها الشرطة بتقبض عليه وبتحطه في الحبس، وهناك بيلاقي الساحر الابيض في نفس الزنزانة وبيطلب منه يساعده يرجع. الساحر بيقول له ان العصاية السحرية اتصدرت ولازم ياخدوها علشان يفتحوا البوابة، فديفيد بيخدع الحراس وبيسرق العصاية وبيفتح البوابة، لكن قبل ما بيمشي الساحر بيديله كيس فيه تنين صغير وبيقول له انه هيكبر في العالم السحري ويساعده يهزم الملك، وديفيد بيرجع بسرعة. لكن أول لما بيوصل حراس الملك بيقبضوا عليه، وهناك في القصر الملك بيبدأ طقوس اندماج القمر والشمس علشان عايز يسيطر على العالم باستخدام السيف والجوهرة. لكن ديفيد بيوصل في اللحظة المناسبة وبيكون معاه مسدس بيحاول يقتل الملك، لكنه بيكتشف إن الملك خالد. ساعتها التنين السحري بيوصل وبيهاجم الملك لكن برضه ما بيكونش قادر عليه، وفجأة الملك بيفتكر إنه كان حول أخوه ليجا لتمثال علشان ياخد منه الحكم، وبنعرف إن ليجا هو الملك الحقيقي وإن أخوه خانه. وفي اللحظة دي جوتشي بيمسك الجوهرة الحقيقية وبيدمرها، وبكده الملك وجوتشي بيموتوا للأبد. فولكا بتخاف وبتهرب منهم، قائد ليجا بيرجع للحياة تاني، ومش هو بس ده، كل الفرسان اللي كانوا اتحولوا لتماثيل بيرجعوا لحياتهم. وبالليل الملك ليجا بيعمل وليمة ضخمة وبيعزم فيها كل الفرسان، وساعتها ديفيد بيطلب منه يعمل دواء سحر للطفلة اللي في الغيبوبة، والملك هنا بيوافق. ولما ديفيد بيرجع للعالم الحقيقي بيشرب الطفلة الدواء، وبعد شوية الطفلة بتفوق والدكاترة ما بيكونوش مصدقين اللي حصل، وفي الآخر بيعترف للينا إنه مش ابن الملك الحقيقي، لكنها بتقوله إنها كانت عارفة من البداية وبتطلب منه يتجوزها ويعيشوا سوا في العالم السحري، وهو هنا بيوافق. وبكده بيخلص الفيلم. بتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.